مصر في 30 دقيقة نستعرض من خلالها أهم الأحداث المحلية والعالمية في مصر وخارج مصر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التي وجهها لجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات 10 من رمضان أن هناك فصيلا يريد تدمير وهدم مصر. وأوضح الرئيس في كلمته حقيقة الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد، مصارحا الشعب بأسباب اللجوء بقرارات تحريك الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات جزئيا. وأكد الرئيس أن هدف هذه القرارات إنقاذ الوطن، مشيرا إلى أن مصر تدفع يوميا 400 مليون جنيه لدعم و600 مليون جنيه فوائد للدعم العام. ودعا الرئيس السيسي المصريين إلى النظر بما يحدث في دول شقيقة باسم الدين، مشددا أن هذا لم يحدث في مصر على الإطلاق. أنتم لما استدعيتوني لمهمة تولي رئاسة الدولة كان العقد اللي بيني وبينكم ان انتم هتشتغلوا وهتجتهدوا معايا وهتتحملوا معايا. انا لن استطيع بمفردي، وما افتكرش ان في رئيس او حكومة تقدر تعمل حاجة لوحدها، لكن بشعبها يتعمل المستحيل. وانا كنت صادق جدا معاكم، كنت امين جدا معاكم، وقلت ان احنا هنحتاج 2 سنين من العمل الجاد، وان احنا هناخد اجراءات صعبة. ليه هناخد اجراءات صعبة؟ لان احنا هنواجه فعلا حالة الفقر اللي بقالها سنين طويلة ضغط علينا كلنا، ومش مخلينا قادرين نفكر بجد في مستقبل جيد لينا ولا لأبنائنا. من فضلكم خلوا بالكم معايا من بلدنا مصر، محدش ان شاء الله ابدا هيقدر يقرب لها، لازم تكونوا واثقين من كده. وانا برضو قلت قبل كده ان مصر لا ان شاء الله. في جيش وفي شعب عنده وعي وعنده صلابة وعنده حرارة وعنده تاريخ، ودايما كان ربنا بيخليه الشعب والدولة اللي تحمي ده، تحمي وتحافظ. وإن شاء الله الدولة المصرية هتحمي وهتحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. صدق الله العظيم. اللهم إني أحتسب هذا العمل في سبيلك فاكتبه في ميزان حسناتي. فهذا الشعب هو صاحب الأسلحة التي حققت المعجزة. هي أسلحة لم تصنع من الفولاذ فقط، وإنما صنعت أيضا بالإيمان والإصرار، صنعت بالعناد والعرق، صنعت بالدم والتضحية وقوة الاحتمال. شعبنا الذي حرم نفسه لسنوات طويلة من ضرورات الحياة ليوفر لجيوشه المال والسلاح من أجل أن يحقق ذاته وكرامته، ومن أجل أن يحقق النصر لأمته العربية كلها.
تحتفل القوات المسلحة وشعبها العظيم بذكرى الانتصار المجيد في 10 من رمضان عام 1393 هجرية، 6 من أكتوبر عام 1973. هذا الانتصار الذي يعد ثروة استراتيجية كبرى غيرت الخريطة السياسية للشرق الأوسط، وحولت جميع مفاهيم السياسة والاقتصاد والاستراتيجيات العسكرية إلى مفاهيم حديثة طبقا لنتائج نصر أكتوبر المجيد. وفي هذا اليوم وبعد 40 عاما من تحقيق النصر، فإن القوات المسلحة المصرية هي واحدة من نسيج هذا الشعب العظيم، تربت على الوطنية وعاهدت الله والوطن أن تبذل كل غال ونفيس من أجل أن تبقى راية مصر عالية، ولن يفقد شعبها حبة رمل واحدة من أرضه المقدسة. ودائما وستظل تتعدد مهام القوات المسلحة في مختلف الميادين من أجل مصرنا الغالية، وهي لا تتوانى لكي تحافظ على شعبها وأرضها، فمصر أولا وأخيرا وقبل كل شيء. من فضلكم خلوا بالكم معايا من بلدنا مصر، محدش ان شاء الله ابدا هيقدر يقرب لها، لازم تكونوا واثقين من كده. وانا برضو قلت قبل كده ان مصر لا، مصر لا ان شاء الله. في جيش وفي شعب عنده وعي وعنده صلابة وعنده حضارة وعنده تاريخ، ودايما كان ربنا بيخليه الشعب والدولة اللي تحمي ده، تحمي وتحافظ، وإن شاء الله الدولة المصرية هتحمي وهتحافظ. الجيش والشرطة والشعب والدنيا كلها في مصر ايد واحدة. اقول كمان مرة، الجيش والشرطة والشعب، لا ما يجوز كده، الشعب 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 والجيش والشرطة ايد واحدة. طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة سرعة تشكيل المجلس الوطني للإعلام المنوط به وضع ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي. وأكد السيسي أن المجلس الجديد سيكون مجلسا مستقلا لا يشكله رئيس الجمهورية أو يتدخل في تشكيله، مطالبا قيادات الصحافة والإعلام بسرعة إصدار القوانين اللازمة لكي يرى هذا المجلس النور. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجمهورية مع قيادات المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة أيضا، وعدد من المسؤولين بالقنوات التلفزيونية. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتحريك أسعار الوقود هي خطوة مهمة تأخرت لأكثر من 50 عاما، لكنها تندرج في إطار تصحيح المسار والتضحيات الواجب تقديمها لمصر حتى تتمكن البلاد من السير بخطى متسارعة نحو الاستقرار والتنمية وحماية الأمن القومي المصري، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر تمتلك جيشا قويا تمكن من حمايتها من أي مخططات خارجية.
وصرح الرئيس السيسي بأن الجماعة الإرهابية تقوم الآن باستغلال القرارات الاقتصادية والأخيرة لتهييج الشارع المصري وإفشال الجهود المبذولة لتحقيق الطفرة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، موضحا أن الجماعة تحاول استغلال ذلك، لكن الحكومة متيقظة تماما لهذا المخطط. فرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين متواجدين بشكل دائم على أرض الواقع لتوعية أصحاب شركات النقل وأصحاب عربات الميكروباص للاكتفاء بزيادة تعريفة نقل الركاب والبضائع بنسبة لا تزيد عن 8%، فضلا عما تستخدمه السلطات المختصة ضد من يحاول استغلال قوت الشعب. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون لتعديل قانون ضرائب المبيعات. تضمن القرار زيادة الضريبة المقررة على السجائر المحلية والمستوردة ورفع الضريبة عن الخمور بأنواعها. وتضمن القرار الصادر برقم 58 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية إلغاء القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي بتعديل قانون ضريبة المبيعات برقم 102 لسنة 2012 على أن يسري هذا الإلغاء من وقت صدور القرار. أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إن رفع أسعار الوقود هي الخطوة الأولى في عملية الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالبلاد وتخلصها من الديون وتحسين مستوى معيشة الفرد، لافتا إلى أن الزيادة لن تتجاوز 10% بهدف تحسين مستوى التعليم والصحة، بالإضافة إلى ضمان الاجتماعي والمعاشات والحد الأدنى للأجور التي تعد أكثر احتياجا وتصب في مصلحة المواطن البسيط. وأضاف محلب أن حكومته وصلت الرسالة بأمانة وصدق وأنها قادرة على ضبط الأسعار، فقد أقسمت أن ترعى مصالح الشعب وصوتها عال لأنها على حق. أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة ماضية في التصدي لكافة المخاطر والتحديات التي تستهدف المساس بأمن مصر القومي، وأن هناك تنسيق وتعاون مشترك مع دول الجوار لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود على كافة الاتجاهات، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة سيظلوا أوفياء لمهامهم الوطنية التي كلفهم الشعب بها للحفاظ على الأمن والاستقرار واقتلاع جذور التطرف والإرهاب في كافة ربوع مصر. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من القادة والضباط الصف والجنود والصناع العسكريين بالمنطقة الغربية العسكرية. وهنأ القائد العام رجال المنطقة بحلول شهر رمضان المبارك والذي يتواكب هذا العام مع الذكرى الأولى لثورة 30 من يونيو المجيدة التي وحدت إرادة الشعب المصري العظيم وأكدت تلاحمه مع قواته المسلحة. وأثنى القائد العام على الجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية لفرض السيطرة الأمنية على امتداد حدود مصر الغربية، ووجه التحية لشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة الذين روت دماؤهم الزكية تراب الوطن المقدس. وقام القائد العام بمشاركة رجال المنطقة الغربية العسكرية تناول الإفطار، كما قام بتكريم المتميزين من الضباط والصف والجنود بالمنطقة الغربية تقديرا لجهودهم في الارتقاء بالتدريب والاستعداد القتالي وإنجازاتهم في التصدي لعمليات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة عبر الحدود. وفي لقائه مع شيوخ قبائل وعواقل مطروح عرب القائد العام عن اعتزازه وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في كل ما يتخذ من إجراءات للحفاظ على أمن مصر واستقرارها. حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة. افتتحت هذا الأسبوع بمسرح حديقة الشلالات احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية، حيث ينظمه حي وسط بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة. يقدم المسرح معرضا لكتب ومنتجات المرأة والحرف البيئية
ويتضمن أيضا معرضا للورش والرسوم والأطفال، ويقوم بتقديم العديد من العروض الفنية كعرض التنورة النوبية. وفي الكلمة التي ألقاها محافظ الإسكندرية بمناسبة الافتتاح، أكد خلالها أن مدينة الإسكندرية عاصمة لثقافة البحر المتوسط، وأن النهوض بها جهد مشترك، ولا بد أن يعمل الجميع لمصلحة هذه البلد للحفاظ على الإسكندرية إشعاعا للثقافة القديمة. حضر الافتتاح محمد عبد الرزاق رئيس حي وسط، والأستاذ عبد الناصر حسن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل شيخ الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والمهندس مروان سماك رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين بالثغر. تحتفل مصر اليوم بالعاشر من رمضان، هذا اليوم الذي استعاد العزة والكرامة للأمة العربية ولمصر كلها. يمكن النهاردة بنستلهم روح رمضان بعد ثورة 30 يونيو، بنقول للشعب المصري أن روح رمضان، روح أكتوبر ما زالت موجودة في هذا الشعب العظيم. هنا وزارة الثقافة بالإسكندرية أقامت هذا الحفل الكبير بمناسبة العاشر من رمضان، حضره اللواء طارق المهدي، وفي كلمته أكد للشعب المصري والشعب السكندري أن روح أكتوبر، روح رمضان ما زالت موجودة عقب ثورة 30 يونيو. سيادة اللواء النهاردة، سيادة اللواء المحافظ النهاردة نتكلم على رمضان، عاشر من رمضان، روح رمضان ما زالت موجودة معانا بعد ثورة 30 يونيو. احنا النهاردة بنستعيد هذه الروح لنقوم بمصر مرة أخرى في عهد جديد وبعد خارطة مستقبل. يمكن استحقاقين تمم وفاضل الاستحقاق الثالث، ماذا تقول في هذا اليوم؟ الحقيقة روح الشعب المصري تم بنائها عبر سنين، باقي زي ما انا متاكد منه ان احنا نثق في ان القدرات دي موجوده، ان 7000 سنه موجوده. 7000 سنه هي اللي طلعتنا في 30 يونيو كلنا دون اتفاق لكي نرفض الهزيمه، زي النموذج بتاع 9 يونيو لما 67 لما رفضنا الهزيمه. في 3/7 انضم الجيش، يمكن بقى في 3/7 خليها في 73 قام الجيش بهذا الانتصار العظيم. حتى انا قلت ان في حاجه خاصه بالدفاع الجوي، نعيد الدفاع الجوي. تساقط الطائرات فانتوم كان في 30/6 اللي هو نفس التاريخ اللي 30/6 يظهر فعل طيب بالنسبه لنا دايما. الحقيقه انا بحيي السيد اللواء حمدي على ايه؟ فترة زمنية محدودة جدا، في خلال 20 دقيقة أو 25 دقيقة استطاع أن يحقق هذا الربط بمفهوم سهل أعتقد بالنسبة للشباب الموجود، عشان الناس تاخد بالها. العدو أنت شايفه بيبقى سهل، لكن العدو انت مش شايفه بيبقى صعب. وحتى في الامثالنا بيقول لك ايه، يعني كون قريب للاصدقاء لكن اقرب للاعداء، لانك عشان تدرسه. وهو حتى كراجل استطلاع كان قريب قوي للاعداء، فاحساسه بالعدو وفكره انه خد بالك منه عشان خاينك دايما، فكره بتحرك ضباط الاستطلاع. تجاربهم مع هذا الشكل من الخيانه، احساسهم بيه، في تعاملهم مع الحرب النفسيه والشائعات، تعامل حقيقي وموجود وقائم. لكن بالتاكيد مصر غنيه، بالتاكيد غنيه باولادها، غنيه بارضها، غنيه بالروح اللي بتستفزنا في اي توقيت. اللحظه مشابهة تماما للفترة من 67 ل 73، بس احنا المرة اللي فاتت خدت 6-7 سنين، المرة دي مش عايزينها تاخد الفترة دي، وعشان كده كلنا بننبه بعض خدوا بالكم عشان الأمور تستقيم. اللواء حمدي بخيت بيوضح هذه المعلومة والنقطة العسكرية التي خاض بها الشعب المصري والجيش المصري في 73. اليوم بنخوض معركة أخرى وبننتصر مرة أخرى. يعني التشابه التاريخي واستحضار التاريخ هنا بيكون له معنى. يعني حدثني عن هذا اليوم، حدثني عن هذا الاحتفال. التحدي للأمم دايما قائم، التحديات اللي بتواجهها الأمم دايما قائمة، وخاصة إذا كانت أمة زي مصر.
مصر دولة مهمة جدا، حيوية جدا للإقليم وللعالم كله. محورية في المنطقة. بالتالي كل ده يترتب عليه أن العدائيات اللي بتوجه ضد مصر هي عبارة عن تأسيس لمصالح قوى أخرى على حساب مصر. مصر لن تستطيع أن تؤسس لمصالحها إلا إذا استطاعت أن تتبوأ مكانها. كل ده يترجم هذا الصراع في صورة إيه؟ صورة عدائيات تختلف مرة بين العداء المسلح ما حصل في 67، ثم يتطور إلى عداء بعصابات تتولى الحكم في مصر زي ما حصل في الإخوان، ثم يتطور بعد ذلك إلى حرب على الإرهاب زي ما حصل، ثم يتطور إلى الحروب الحديثة زي حرب المعلومات والحرب والعمليات النفسية وحرب الاستخبارات. كل دي تطورات ستبقى فيها مصر مصداقا لحديث سيدنا رسول الله زي ما أسد اللي هو طارق أننا في رباط إلى يوم الدين. معنى كده ان احنا حاجة محورية في الدنيا بتترتب عليها، فكل لما المحور اللي الدنيا بتترتب عليها يجرى له حاجة لازم نقوم تاني ونعيد الكرة من تاني. يلا نقلوا مواصلات فين؟ مشوا الولاد يلا عشان ما نوقفش الخطوط ولا بس كل واحد يشوف شغل. ياكل يا ولد ده الموضوع ده واحنا مصطلح على هذا نزل خبر ان بعد ربع ساعه الخطوط كلها ماشي. مفيش حاجه ودي هو مقصود بيها ان هم بيلعبوا الناس بيخوفوا المواطنين. فقد اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندريه يرافقه اللواء امين عز الدين مساعد الوزير لامن الاسكندريه موقع حادث انفجار قنبله بدائيه الصنع باحدى عربات قطار ابي قير الخميس الماضي. اضاف محافظ الاسكندريه ان القنبله تم وضعها بين عربيتين قطار وادى انفجارها الى اصابه 9 مواطنين وكسر زجاج عربه القطار. واضاف مهدي انه بعد فحص رجال الامن لعربيه القطار وآثار القنبلة تم استئناف حركة القطارات أبي قير بعد توقفها 15 دقيقة. وعقب تفقد حادث الانفجار قام طارق مهدي محافظ الاسكندرية واللواء أمين عز الدين مدير أمن الاسكندرية بزيارة المصابين جراء الحادث الإرهابي الخسيس. وأكد محافظ الاسكندرية أن حالات المصابين مستقرة وأن 2 منهم قد خرجوا عقب تلقيهم العلاج اللازم، مؤكدا أن المحافظة ستتابع حالات الباقين. ومن جانبه أضاف اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية أن الحادث الذي وقع مساء الخميس الماضي لن يزيد قوات الشرطة إلا قوة وإصرار على مواجهة الإرهاب الغاشم، مؤكدا أن الأمن سيضرب بيد من حديد على تلك الأيادي الغاشمة التي تغتال أبناء الوطن. قام اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية بمعاينة مكان حريق نشب بأحد محلات السوق الفرنساوي، وطالب محافظ الاسكندرية اللجنة الهندسية أن تعاين العقار الذي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره بالحريق حرصا على سلامة السكان. وكان قد نشب حريق بأحد محلات السوق الفرنساوي بالجبهة المقابلة لسنترال المنشية، وامتدت النيران ليحترق محل آخر بجاوره ومصنع للملابس الجاهزة أعلى المحلات. وأوضحت المعاينة المبدئية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي ولم ينتج عنه أي إصابات. تمكنت مديرية أمن الإسكندرية هذا الأسبوع برئاسة اللواء أمين عز الدين مدير الأمن من ضبط تشكيل عصابي تكون من 4 أشخاص تخصص في سرقة السيارات وسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح. وكان رجال المباحث بالاسكندرية قد تلقوا بلاغات من المواطنين بسرقة سياراتهم، وبإجراء التحريات اللازمة تبين قيام المتهمين وهم من المسجلين جنائيا بتكوين تشكيل عصابي لسرقة سيارات المواطنين باستخدام اسلوب المفتاح المصطنع او كسر زجاج السيارات. اعترف المتهمون بسرقة السيارات وجاري عرضهم على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.